بعد صمت دام لأكثر من 13 سنة، خرجت طليقة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود البالغ من العمر 89 عاما لتتحدث إلى مختلف وسائل الإعلام عما تعانيه بناتها الأميرات الأربع سحر وجواهر ومها وهالة، التي احتجزن في مجمع سكني بجدة ل13 سنة إثر خلاف عائلي. وفي هذا السياق دعت الأميرة العنود الفايز إلى إقامة اعتصام أمام مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة لندن، رافضة كشف وجهها إلى وسائل الإعلام. أنا علي كأم سويت واجبي، إن بناتي مدام ما رضيوا يسمعوا وما رضيوا يتعاونوا من وراء الكواليس بدون شوشرة بدون أنا مضطرة أطلع على الإعلام، وأنت شايف إن ما كثير حابة يعني. البنات انطلب منهم إنه إذا ما برجع أنا على السعودية أو على جدة أو whatever، إنهم إخوانهم بعد موت والدهم إنه يحبسوهم إلى الأبد. أنا واحدة مطلقة، ما علاقتي ببناتي، أرجع ليش؟ أرجع ولا ما أرجع هذه لي أنا بقررها. هو عليه يأمن الحياة الكريمة لبناته زيهم زي إخواتهم الثانيين. خلص لو سمحتوا. وفي ظل إصرار ملكي على مواقف بعيدة عن الإنسانية، بدأت القضية تتضخم وتكبر حتى أن ظهرت الأميرة السابقة العنود الفايز في مقابلة على التلفزيون البريطاني ومختلف وسائل الإعلام لتحكي مأساتها ومأساة بناتها الأربع، كما توجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي دفاعا عن حريتهن. أما سحر إحدى بنات الملك عبد الله فتقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كل شخص يعاني في مملكة الظلام، سواء النساء أو الرجال أو الأطفال أو العمال، كلنا نحتاج إلى الحرية والحقوق. من الجدير بالذكر أن السعودية تأتي في المرتبة 163 من أصل 175 بلدا لعام 2009 في احترام حرية الصحافة، كما أنها من أكثر البلدان انتهاكا لحقوق المرأة. الرسالة بس لأبوهم أول شيء إنه حرام عليه شوية إنسانية تجاه بناته. بس المجتمع الدولي مفروض ما يسكت على اللي حاصل للسيدات بالسعودية. درجة ثانية، إذا ما عندك ولد ولا عندك أحد ممكن تموت، وإذا حتى عندك أب قرر يأذيك ولا ما في قانون يحمي السيدة، ما في أي، على حسب المود حقت الجارديان أو ما أدري اللي هو. وتقول الأميرة العنود إنها وكلت لوران ديوما وزير الخارجية الفرنسي السابق للمطالبة بإطلاق سراح بناتها بعد شراء محاميها الأمريكي والإنجليزي وتعتيم القضية في بداية مجيئها إلى لندن. كما شددت على أن قضية بناتها الأربع هي قضية إنسانية، وأن النظام السعودي يساعد على وأد البنات في القرن 21. الشارع البريطاني أصيب بصدمة حقيقية وهو يستمع إلى الزوجة السابقة للملك السعودي وهي تحكي قصة بناتها اللواتي يعشن مأساة حقيقية داخل سجن فرضه عليهم الملك نفسه. وما يثير الاستغراب أكثر أنها معركة انتقام تخوضها المملكة ضد 4 من الأميرات. من أمام السفارة السعودية في لندن، أبان حسين، العراقية.